بسم الله المنان بدينا، وعلى خير الأنام صلينا. هلال رجب طل علينا، وشهر شعبان العبادة فيه كلها زينة، ورمضان شهر الغفران ليه اشتاقينا، شهر الطاعة والمغفرة والرحمة من ربي لينا. نصوموا ونصلي ونقيموا فيه ليالينا، وسعدات اللي ختم القرآن بين يوم وليلة. ندعيو بصلاح الأحوال والأفعال، وفي ليلة القدر نطلبوا العالي يغفر لينا والوالدينا. اللهم بلغنا رمضان. مساء الخير مشاهدين الأوفياء. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم خمرات وحريشات كيجيو من أروع ما يكون. المميز فيهم أنهم كيتحضروا بواحد الأعشاب اللي كيعطيو هاد الوصفتين نكهة خاصة. اللي داق حريشة غتغلبوا البنة وغيزيد الثانية، واللي داق مخمرة أكيد غيطلب الوصفة. بقاو معايا تعرفوا على طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. كما كتشوفوا معايا في الصورة، هاد العشبة هذه كتختلف التسمية ديالها من منطقة إلى أخرى. احنا في الشمال كنسميوها مرسيطة، كاين مناطق أخرى كتسميها تيميجة، وكاين واحد المناطق يعني أمازيغية، كان بعض المناطق الأمازيغية ماشي كلشي كيسميها تمرسيط. المهم هي عشبة كتكون مصوفة وهي شبيهة بورقة النعناع. اما بالنسبه للعشبات الثانيه كما شفتوا فهي الزعتر خضر. اذا بالنسبه نبداو ان شاء الله بالحريشات هما الاولين. غنديروا واحد نصف كيلو ديال السميد الناعم ديال الحرشه، غنضيف له واحد الكميه يعني ديال زيت الزيتون، يعني كتبقى على حسب الرغبه. كل ما يعني درنا الزيت يعني كتجينا الحريشه يعني هشيشه وما كتجيناش معجنه من الداخل. ايضا كنضيف لها واحد نصف كيس من خميره الحلوى او البيكينغ باودر، ملعقه صغيره من السكر باش يعطينا ديك اللون الذهبي لهاد الحريشات، وايضا الملح على حسب الذوق. وايضا غنضيف واحد شويه ديال الخميره ديال الخبز، يعني ما نكتروش، غير شويه راس معلقه. وايضا غادي نضيف شويه الزيتون كحل يعني مقطع رقيق. كما كتشوفوا هكا كيجي السميد، خصو يكون ملبس بالزيت مزيان. صافي من بعد غنغطيو عليه بواحد الكميه ديال الماء، يعني باش ديك السميده كلها تشرب لينا ديك الماء، وما نحاولوش يعني نخلطوه، نخليو هذيك السميده على جنب، ما نبالغوش في الماء، يعني نخوي غير الكميه فقط اللي غادي تشربها لنا ديك السميده. هنا كما كتشوفوا هذه هي تيميجه او مرسيطه او تمرسيط. غنشدو هنا، غنحيدو لها هذيك الوريقات فقط، غنستعملوا غير الورق. خصها تكون مغسوله ونقيه، ضروري تغسل، لانها كتكون الوريقات ديالها كيكونوا مصوفين وكيجمعوا يعني كميه ديال التراب. اذا انا صراحه هاد العشيبات الله يخلي لي الوالده مسكينه ويعطيها صحيحتها، مشيت لعندها لقيتها غاسلاهم ومتولهم، هي كتموت على هادشي ديال الاعشاب كتستعملو بزاف. مشيت لعندها ولقيتها عندها وعطاتهم ليا مسكينه، استعملتهم مغسولين نقيين. الله يعطيها صحيحتها ويشافيها يا رب، ويشافي جميع امهات المسلمين، ويشافي مهماتكم كاملين يا رب. اما بالنسبه للزعتر فكنحيدو عيد ديك العويدات اللي كيبانوا يعني شوي شويه كيكونوا غلاظ، من بعد كنحاولوا ندقوه مزيان بهذيك القطعه ديال الربيع. بالنسبه للزيتون تا هو كنقطعوه رقيق. هنا كما كتشوفوا الحرشه يعني شربات ديك الماء ديالها. من بعد كنضيفوا ديك الزيتون وكنضيفوا ديك الاعشاب ديالنا. هنا ممكن تضيفوا الاعشاب اللي بغيتو، انا كنزيد صراحه حتى الحبق كنديروا فيها، صراحه ما كانش متوفر ليا دابا. نتوما ضيفوه. صراحه انا هاد الوصفه هذه تعلمتها من الاخت ديالي الكبيره، الله يحفظها ليا يا ربي ويخليها ويحفظها لوليداتها ويعطيها صحيحتها يا ربي. هنا كنخلطوا ديك الزيتون وديك مرسيطه وايضا الزعتر، كنحاولوا نخلطوه مع السميده بلا ما نعجنوها، يعني غير كندخلوه هنا المقطع راه مشى ليا، يعني غير دخلت ديك العناصر مع السميده فقط. ما نحاولوش يعني نخلطوها بزاف باش ما توليش معنا ديك السميده يعني مطاطيه، وبالتالي غادي تجي معجنه من الداخل.
صافي هنا كما كتشوفوا انا استعملت هذه المقيله ديال 7 وجوه، لانها مادام عندي في الدار انا كنستعمل بها، كنديرها لعده الاستعمالات. درت فيها لي كريب راهم موجودين، يعني الفيديو على القناه جاو فيها اكثر من رائع. عفوا البانكيك جا فيها رائع. ممكن نتوما ديروا تستعملوا غير المقلاد الوجده الوصيف. انا كنستعمل هاد الصغيورين علاش على وديت الوليدات، وحنا يعني عدد الافراد قلالين في الدار، باش ما كتضيعش ليا هذيك الكبيره الا درتها غادي يبقى فيها غير الكسور وداكشي وكتضيع. اما هكا يعني كياكلوا غير القياس وكتبقى الاخر يعني ممكن عاوتاني تسخني، يعني كيولي كيبقى غزاله ما كيطرى فيها حتى شي حاجه. وهذه كتكون الشكل النهائي ديالها، كتجي اكثر من رائعه. تكال هكا مع جبينه ومع عسيله، كتجي رائعه رائعه. هاد الحريشه بديك النسمه الزيتون وما تشبعوش منها البنات. بالنسبه للمخيمرات ديالنا ان شاء الله اللي غنديرو هنا، غادي نديرو نصف كميه ديال الفينو، وايضا غنديرو نصف كميه ديال الدقيق الخاص بالحلويات. كنديروا واحد المعلقه ديال الخميره حتى المعلقه ونص على حسب الجو. دابا الجو بارد باش يلاه يخمر لينا، كنديروا واحد المعلقه صغيره ديال السكر باش يتحمر لينا هذا المخمار. وايضا كنخلطوا بالماء والملح بطبيعه الحال. عي كنخلط انا راه بالنسبه للمخمار ما كنعجنش كما كتشوفوا، راه غير خلطته ودخلت معاه 2 معالق ديال زيت الزيتون وحطيته حتى اختامر. شوفوا ما شاء الله كيولي داير بحال القوام ديالو بحال السفنج، يعني تيتدلك لراسو. صافي كنحاول ندخل فيه ديك الاعشاب ديالنا اللي شاطوا ليا من الحرشه. وصافي تنحط العجين تنقسمو هكا المخيمرات الحجم ديالهم على حسب الرغبه، كل واحد وكيفاش كيبغيو. انا غنديرهم متوسطين الحجم. من بعد هنايا كنكوروهم بلا ما نحاولوا نكوروهم يعني في الطحين، كنكوروهم بلا طحين، عاد كندوزوهم في الطحين باش هكا ما تدخلش لهم كميه ديال الدقيق وتيبقاو محافظين على ديك يعني القوام ديالهم. صافي كنحطهم في سطح العمل واحد 5 دقائق غير حتى كتطلق لينا ديك الكبيرات تيطلقوا. من بعد كنقرصوهم في السميد الناعم اولا الدقيق الفينو، وتنغطيوهم المره الثانيه باش يطلع فيهم يعني يختمروا. ملي كيضاعف الحجم ديالهم صافي كناخذوا مقله ثقيله وكنبداو نرشوا بواحد الرشيشه ديال زيت الزيتون، وكنحطوا المخيمرات ديالنا. هذيك النكهه الزيت الزيتون مع هاد الاعشاب كتجي يا سلام. غير جربوها واكيد ما غتندموش. هاد المخيمات وهاد الحريشات اللي درت معكم اليوم صراحه عجبوا حتى وليداتي، كيجيو منسمين وخفاف. نتمنىكم ان شاء الله تجربوهم وتردوا عليا في التعاليق. واللي دخلت الفيديو وعجبتها الوصفه واستفدت اكيد ما فيها باس تخلي واحد لايك باش هكذا الفيديو يعني يشوفوه عدد كتير من الناس، لان لايك ماشي شي حاجه كبيره، ولكن هي عي كتخلي الفيديو انه ينتشر وانه يشوفوه عدد كتير من الناس، وهكا كتكون تتعمل فائده. ما فيها باس ان الانسان الا شاف واحد المحتوى اللي هو نقي، محتوى اللي هو هادف واستفد منه انه يبارطاجيه، لان كما كنشوفوا دابا السوشيال ميديا كنشوفوا صراحه كتبارطاجا غير التفاهه. لذلك نحاربوا شويه ديال التفاهه ونرقاو شويه بالعقول ونشجعوا المحتويات والقنوات الهادفه باش هكا يتصلح المجتمع ديالنا وتصلح لناحيتنا كامله. نتمنى ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم في هذا الفيديو. وبالمناسبه بغيت نقدم كلمه شكر لكاع الناس اللي متابعيني سواء من داخل الوطن او من خارج الوطن. كنقول لكم الف شكر على الدعم ديالكم المتواصل، على تشجيعاتكم، على الكلمات الطيبه اللي كتقولوها في حقي. حتى لهنا الفيديو ديالي كيكون سهله. دمتم في رعايه الله، الى فيديو جديد ونهار جديد، مع السلامه.